شنو علاقتك برضا ولد الشينويه؟ علاقتي به، شوف اختي، نهار جيت عندك الا كنتي عاقله اختي سميره، نعم. انت راه صحفيه وقاريه الصحافه وعارفه اش تقولي، ما كتجي لا عليا لا عليا لا على حتى شي واحد. نحن لسنا طرف، حنا محايدين. الله يرحم والديك. وخيرك انت بنفسك، راه خيرك سابق. نهار اول مره جيت قبل كاع من السوشيال ميديا وقبل من كل شيء، نهار جيت للمغرب، راه بلا ما نقول لك انت شكون اش درتي معايا، بلا ما سنين ومنين هذه. الله يرحم لك الوالدين. بغيت نقول لك انا هذاك السيد كنت عايش معاه. عايش معاه فين؟ في الامارات. جميل جدا. مرحبا. انت كنتي عايش مع رضا ولد الشينويه في الامارات. ايه لا لا. مبدئيا خليوني انا وياك مرحبا. انك كتحمل مسؤوليه اي كلام كتقوله. ايه غادي تقولها بفمك انك انا كنتحمل اي مسؤوليه، اي كنتحمل مسؤوليه اي حاجه كلام كتقولها. جميل جدا. انت كنتي عايش مع رضا ولد الشينويه في إيه. الامارات. احكي لي قبل ما نعيش مع انا رضا ولد الشينويه، باش نحكي لك القصه بالتفاصيل. انا قطعت لي، تسفرت من تركيا. نعم. تسفرت حيت سالت لي الفيزا شي عامين وهي مساليه يعني، وكنت حارق أه. بحال حارق. وتسفرت للمغرب، كنت داير داك اللجوء الانساني وداك الشيء، وتسفرت للمغرب. ايوا. المهم فاش تسفرت للمغرب بقيت في المطار، مسكينه صوفيا هي اللي قطعت لي الطياره وداتني لدبي. صيفطتك الامارات. صيفطتني للامارات. ايوا. خدمت عند شي ناس في واحد الديسكو. كنت الاعلان زعما يوميا نبقى نعود نصور كدير لهم هذا الاشهارات. نعم. نعم. دايرين معايا 5000 درهم في الشهر. 5000 درهم في الشهر. اماراتيه. كنتي كتجيب لهم البنات للديسكو؟ لا، كنت كنصور دابا جاي دابا شي فنان كدير الإعلان. الاعلان. جميل. انا خدامين في الاعلان، بحال دابا حطوا شي، حيت هذاك الاماراتي اللي كنت انا خدام عنده كان تيدير دوك تيفصل دوك القراعي وداك التخربيق، تيدير لهم الديكور وداك الشيء، وكنت انا تنعود نهز التصويره تنصورها. نعم. ونهار شاف المشاهده عندي قليله وداك الشيء، ما عنديش في السناب بزاف وداك الشيء، ناض قال لي تعود تنوض تشطح مع دوك كيقعدوا يهزوا. عندي شي تصاور نيت. ممكن انت خدام في داك الديسكو. خدام. نعم. نقول لك دابا بتدقق المؤمن، خدمت معاهم المهم شهر ما فتو. صافي شاف راسو، بداو تيقولوا ليه الناس هذاك راه عندك تيقول وتيفعل وتيترك وهادي وهادي وهادي. المهم خرجت. جرى عليك؟ ما جراش عليا، جا عندي قال لك صافي ما بقيتيش خدام قال لي معاه. طلع الاداره. طلعت الاداره عطاوني تقريبا تقولي الخلاص تاع 3 شهور. حيت انا درت معاهم الورقه، باش درت معاهم العقد النهار الاول باش جيت، حيت هما اللي داروا لي الاقامه وهما اللي صوبوا لي كلشي. نعم. قال لي احنا ما غاديش نكنسلوا لك الاقامه، غتبقى عندك. ما غاديش لانه هضرنا مع الطرف اللي هي صوفيا وداك الشيء، غتبقى عندك الاقامه، ما غنحرموكش زعما منها ولا شي حاجه، غير ما دير شي حاجه اللي تخالف القانون الاماراتي. قلت لهم مرحبا. فهاد الوقت هذا مازال انت ما تلاقيتيش برضا ولد الشينويه؟ لا باقي ما تلاقيتش. جميل. هو ديك الوقيته كان تماك؟ كان تمانية. اييه. المهم خرجت من عنده، كنت كاري واحد البارتيشن اللي هو ستوديو. هو دار كبيره ومقسومه بداك الكرتون بلاكي داك العود. انا خدت بارتيشن قد ديك المبليصه تاعتي، فيها الناموسيه وفيها واحد التلفزه وواحد لافابو والطواليت مشاركه والكوزينه مشاركه مع أيوة. كل شيء. المهم شديتها هذا صافي تسالاو لي الفلوس. خرجت نطلب كيف موالف في اليوتيوب عاوتاني، خرجت نطلب هنا. كتعترف كنطلب في اليوتيوب حيت ما لقيتش، ما كاينش اللي يخدمني. واخا. اييه. ونهضروا وهذيك الامارات ماشي هي المغرب. صحيح. المهم تنطلب هذه تنترزق على الله كلها، واش يعطيني كل واحد شي صيفط ليا. رجعت مشيت كريت في الشارقه. كريت في الشارقه. فاش كريت عاوتاني نفس الشيء، ما كاينش طلب ما كاينش اللي يخدمك. كيفاش تم اللقاء بينك وبين رضا في الامارات؟ تم اللقاء بيني وبينه هو انني درت واحد الفيديو. تنقلب على فين نقعد، صافي عييت. تنقلب على فين نقعد، جابتني واحد السيده اللي راه عايشه في الامارات، كانت ديك الساعه ما مجوجات، دابا يلاه تزوجات، لا داعي لذكر الاسماء ياك. لا ما نذكروش سمية الناس. لا قعدت معاها. رضا راه كتذكر سميتو لانه النزاع بينك وبينه رضا. نعم. لا المهم قعدت معاها لمده، وهي كتعرف رضا، ديك الساعه ما كنعرفش رضا. قعدت معاها شحال. خرجت من عندها، دبرت في واحد الخدمه عند واحد السيده في ابو ظبي. قعدت عندها، خدمت عندها تقريبا شي. هشام علاش كتهضر وانت متوتر؟ ماشي عادتك، المفروض كتكون معايا كضحك ومحيه. علاش الضحك؟ حيت داك الضحك دابا وصلنا للمعقول. شوف خصك تعرف بانك انت غادي عند ايادي امينه. شكون هما؟ الرجال الامن الوطني، الفرقه الوطنيه، راه ما كيخلعوش.
بالعكس انا غير تنقول لك باش ترتاح ما تخاف من حتى شي حاجه، ما يهددك حتى شي حد. انا نقولها، خليني انا نقولها بلاصتك. لا رضا يقدر يهددك، ولا الجوك يقدر يهددك، ولا حتى حد عنده الحق يقدر يهددك. انت راك جيتي لقناه الشعب تصرح بما تصرح، لك ما لك وعليك ما عليك، وغادي عند الفرقه الوطنيه جهاز امني كبير غادي تدخل في الامان وتخرج في الامان. ما ديرش، ما تخافش. فما تخافش، لان انا شايفاك هشام كيتكلم معايا وهو متوتر وهو خايف. ما تتوتر، ما تخاف. باش نقول لك جايب معايا صاكي في حوايجي كاملين. لاش جاب وما تعرف الوقت والله الا بالوقت ندوي. لا حيت جيت عندك دابا انت تشوفي جيت عندك باللبسه وبدلت اللبسه ماشي سميتو. ما غاديش نبكي عليك اسامه نهضر. طلبتك في برا قلت لك ها سميره واش غنتشد ولا غادي نخرج. علاش تسمع ما عرفت اختي شنو بيوقع لي ونهضروا في الواقع سميره. ما عمري غادي يوقع لك انت شنو داير؟ شنو اللي غادي يخليك تخاف هشام؟ ايوا حيت كلشي باش تقول لي انا طالعين معايا جايب معايا الصاك. هشام جايب معاه صاكو معول داير في حسابه انه يقدر يشدوه. شنو اللي مخليك كنشوفك متوتر ما تعرف وكتشكي؟ شنو دايره هشام؟ ما داير والو الحمد لله. ما عمرني درت التجاره في البشر. ما عمرني. انت غادي تشهد في رضا، غادي نشهد داك الشيء اللي كنت تنشوف بعينيا وتسمعوا ودنيا. داك الشيء اللي ما تبغيتش تبكي. هاني والله ما تبكي وحق الله ما تبكيش. وانا بغيت نطمنك ان راه رجال الفرقه الوطنيه ما كيخلعوش، بالعكس والله العلي العظيم لا امطر عليهم الورود. انهم ضباط ورجال امن على مستوى عالي من الكفاءه والادب والاحترام، وناس راقيين. ادخل راه انت في ايادي امينه. شيء نخاف عليك من اليوتيوب ونخاف عليك من الزنقه، وتزنقه ما نخافش عليك لان احنا ماشي في بلاد السيبه، ماشي في غابه، ولكن غنكون مطمئنه وانت بين يدي الفرقه الوطنيه. استدعاوك قالوا لك اتصلوا بك قالوا لك جي عندنا، ما تخاف من حتى شي حاجه. انا ما تهربت وجيت. برافو حيت ما عندي فين نهرب اصلا. فين غتهرب؟ وجيت. برافو لك، ما عندكش علاش غتهرب. حتى لو غلطتي وغادي تعاقب، انا ما نقدرش نوجه لك اتهام، حتى رضا ما نقدروش نوجهوا له اتهام، لانه القانون من له الحق والقضاء من له الحق ان يدينه. مسح دموعك، ما بغيتكش تبكي. لا والله ما تنبكي. انا حسيت بك. النهار اللي غتعرف فيه على رضا شكون عرفك عليه؟ المهم مشيت عند ديك السيده خدمت عندها في ابو ظبي. تحيه لها بهذا الله يعمرها. دار كليت شربت لبست تنشقى في الدار تنقابل الدراري كل شيء تنفيقهم الصباح تتوجد لهم الخدامه اخرى كاينه خدامه من اثيوبيا تتوجد لهم الماكله. انا تنحط لهم داكشي في اللانش بوكس ولا شي يقولوا لي هما تنزل لهم لتحت كتعاونها في الدار. تنزل لهم لتحت تهزهم الطوموبيل تاعت المدرسه ترجع ثاني في حالي تنكمل داكشي. هي تتبتر المغربي مره نطيب لها طويل جاي مره كسيكسو مره بالسيمنه داكشي اللي تطلب براجلها حتى هي بكلشي. المهم تقدر رزق من عندها قال لها راجلها هذاك تيدير اللايفات في الدار وداك الشيء ما بغاش من حقه طبيعه الحال. المهم قالت لي اسمح لي با هشام وهادي وانا بغيتك نشدك ولكن اللايفات راه ما تقدرش تحيد من واخا نطلبوا تحيد انت منك اللايفات وداك الشيء راه ما تقدرش. وفعلا هو مصدر العيش ديالك. قلت انا ما نقدرش حتى انا تندبر فيه على واحد شويه ديالي صافي. المهم تعاملت معايا مزيان داتني شرات لي اي حاجه بغيتها جديده شرات لي الحوايج السيرفيتات كل تهلاط فيه والله العظيم. نختصروا ونمشيو كيفاش تم اللقاء بينك وبين رضا. رجعت عند ديك السيده ثاني في الشيخ زايد. نعم رجعت عندها هي هذيك باش تلاقيت عند مع رضا. تلاقيت مع يا ربي تسمح لي حيت عرفتيني انا حاسك متوتر. تلاقيت مع شوشو. نعم الملقب بشوشو. نعم وكذلك من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توكر. تلاقيت معاه في ابو ظبي وكان واقع واحد المشكل بين واحد السيده اخرى وانا. هي المهم شي نقاش تعايرنا وداك الشيء. والمهم دعاتني في الامارات دعاتني وهو اللي فكني مسكين طلبها وداك الشيء وحيدت لي الدعوه. نزلت على الدعوه. نزلت على الدعوه داك الشيء كنت معصب وداك الشيء وقالت لك صافي اخر مره تسبني. المهم قعدت من عنده ثاني جينا انا وياه في الطاكسي جينا لشارع الشيخ زايد. نعم. هي هذيك هو مشى عند ناسو وانا بقيت عند السيده هي باش تعرفت على رضا. قالت لي واش ما بغيتيش تشدو عندك يعاونك يطيب لك المسمن يطيب لك هذه يطيب لك هذه. قال لها دابا نشوفوا مرحبا. هي هذيك باش دخلت للدار. دخلتي للدار عند رضا. اييه. شكون كان مع رضا في الدار؟ شكون معاه في الدار ديك الدار؟ شوف اختي يا ذبحه يا ربحه.
انت جاي تقول الحق، نقول هذه شهاده حق باش تحيد عليك داك العبء الثقيل وانت ترتاح. انا شايفاك بحال يهز هم جبل على قلبك. هاد الهضره اختي اللي بغيت نقول لك دروك كنت قلتها لك في 2021 الا بقيتي عاقله. نعم. ياك 2021 قلتها لك وناض الصداع وطلع في، وقلتيها في البرنامج. وقلتها عندك هنا في هاد البلاصه اللي مازال نعم. نهضروا باقي يعني ما تغيرش ما الاستوديو. تغيرش نعم كنا في الاستوديو. البلاطو الاولاني. كنت قلتها لك هنا. لقيتي البنات عنده في الدار؟ اييه مغربيات؟ اييه مغربيات. شحال من بنت؟ كانوا 4 في هذاك البيت. هي الدار غرفتين وصاله، 2 بيوت وكوزينه وصالون. 2 بيوت وكوزينه وصالون. وصالون. جميل جدا. لقيت 4 هنايا و4 تما، هي 8. هي 8 البنات. 8 البنات. 8 البنات. اييه. كيكونوا 2 سريرات واحد فوق واحد. الدار اللي فيها رضا في الامارات اللي إيه. مشيتي عنده اييه. تقسم على هذا اقسم الكلام لك بالله العلي العظيم. وتتحمل مسؤوليه انا هذا الكلام. كنتحمل هذا هو مسؤولية. الكلام اللي